عيدكم مبارك ومرحبا بكم في قناة طبخ داليا. اليوم جيتكم بوصفة سهلة ماهلة سريعة، راني عارفة راكو عيانين من الطياب. إذا راح نطيبو رز بالدجاج في الكوكوط مينوت ساب. إذا بلا ما نطول عليكم، أول حاجة نبداو بها هي العبر تاع الرز. راح نستعملوا هذا الكاس اللي نلقاوه مع لا كوكوط، يجي مع لا كوكوط مينوت ساب. اول حاجه نديرها نفهمكم فيها هي انه كل كاس هذا راح يطيب لكم الروز قيس عبد واحد. اذا كيما انا راح نستعمل 4 كيسان قيس 4 عباد. شوفوا، كي نعبروا الروز هذا الشيء مهم جدا. دائما نديروا الروز، الكاس تاع الروز غازي معمر، غازي هكذا كيما كتشوفوا، معمر مليح بصح ماشي بومبي. هاي ليك. اذا انا راح نستعمل في الوصفه هذه الرز المفور. الوصفه اللي قدمتها لكم من قبل تاع الرز بطون كانت رز ماشي مفور، هذا راهو مفور. اذا نشلوه مليح حتى يصفى الماء تاعو ونخلوه في الماء في الوقت اللي نكونوا نحضروا فيها الدجاج تاعنا. اذا الزيت العبر تاعو ملعقه كبيره لكل كاس تاع رز. كيما انا استعملت 4 كيسان رز، اذا 4 كيسان 4 ملاعق باردون تاع الزيت. هاد الزيت راح نكهو على الطريقه تاع المشرق العربي. راح يجيكم بنين، راكو سورمون ذوقتوه في المطاعم. اذا واش نحطو؟ 2 حبيبات هيل، نجمه تاع الارض، واحد خمس مسامر تاع قرنفل، وعود تاع قرفه، و2 وريقات رند. نقليهم على نار قليله في الزيت باش يطلقوا النكهه تاعهم. وبعد هذا نضيفوا البصل اللي نكونوا قطعناه مربعات صغار، يعني حبه متوسطه تاع بصل. هاي لك. نقليو البصل ديالنا على نار قليله دائما، ونضيفوا 2 سنينات تاع الثوم اللي نكونوا سواء كرازيناهم سواء قطعناهم رقيق كيما حبيتوا. نقليوهم مع البصل دائما، ونضيفوا هنا الدجاج ديالنا كل واحد على حسب مقدوره. راح نحطوه هنايا صدر تاع الدجاج مقطع مكعبات. نقليوهم ونضيفوا نصف ملعقه صغيره تاع لا موتارد تعطيه بنه رائعه هذا الرز. ونضيفوا ايضا ملعقه كبيره تاع خل، الخل تاني كيعطيه بنه هايله. والملح طبعا ما تنساوش تملحوا، والفلفل الاسود. نقليو المكونات حتى نحسوا بلي هذاك الدجاج تقلى وطاب. هنا راح نضيفوا الرز اللي يكونوا قطرناه من الماء ديالو، هاي ليك، ونقليوه مع باقي المكونات حوالي دقيقه 2 فقط. هاي ليك. هنا نروحوا نحضروا العبر تاع الماء تاعنا. وهنا كاين قاعده لازم تحفظوها في لا كوكوط مينوت ساب: كل كاس تاع رز يقابلو كاس ونص تاع ماء، لكن الكاس تاع الرز يكون معمر غازي والكاس تاع الماء يكون ناقص 7. كيما انا راني استعملت 4 كيسان تاع رز غازي، راح نضيف لهم 6 كيسان تاع ماء ناقصين 7. نعاود نفهمكم في القاعدة: كل كاس تاع رز غازي يقابلو كاس ونص تاع ماء ناقص 7. دايما الكاس تاع الماء نقصوا له 7. كيما هنا راكم تشوفوا راني حنحط 6 كيسان تاوعي تاع الماء، دايما راني نقص 7 في كل كاس. راكم تشوفوا نعبرهم ونضيفهم للرز تاعنا اللي يكون تقلى شويه. هاي ليك. نخلطوا المكونات ونغلقوا لاكوكوط تاعنا. هنا اول حاجه نديروها نريقليو على البروغرام 2، البرنامج 2 مخصص للرز. الحاجه الثانيه نزيدوا النار على اقصى درجه. الحاجه الثالثه نريقليو الساعه على 17 دقيقه. هاي ليك، لانه الرز المفور لازم له 17 دقيقه. هاي ليك. ونخلو لاكوكوط تاعنا تسخن حتى يتحجر فيها الضغط تاع البخار. هنا ما نديرو والو. شوفوا هنايا غير بدات تسخن، راكم تشوفوا تخرج البخار تاعها، راح تصوني لكم. شوفوا سمعوا.
هنا غير نسمع هاد لا صونغي، الحاجه الوحيده اللي نديرها هي انه نقص للنار، نرجعها شمعه، نقص للنار نخليها شمعه وهي وحدها تبدا تحسب بالوقت. شوفوا هنايا راهي بدات تحسب بالوقت. هادوك 17 دقيقه دوك وحدهم يخلصوا وتزيد تصوني لكم. شوفوا هنايا راهي قريب تخلص 17 دقيقه. بالعاني صورت لكم باش تسمعوا الصوت اللي حتديروه لكم لا كوكوط. هاي ليك غير تصوني لا كوكوط بهذه الطريقه. واش ندير؟ نطفي النار ونحل لا كوكوط تاعي باش تخرج النفس. هاي ليك نعاود نفكركم، نطفي النار ونحل لا كوكوط باش تخرج النفس. لا كوكوط وحدها راح تريقلي روحها حوالي 6 دقائق. تقولوا لي هاد 6 دقائق تاع واش؟ هاد 6 دقائق باش الروز هذاك يتنفخ يبرد دوسمون وما يخرجش معجن، يعني تعطوا له وقت باش يرتاح. هذه هي. اذا راح يخرج النفس. شوفوا هنا كي خلاصوا هادوك 6 دقائق ما انا دايرين والو، ني نار ني والو، لا كوكوطه محلوله. اذا شوفوا هنا كي تخلص الوقت راح تصوني لكم مره واحده اخرى. هنا واش نديرو؟ نطفيو الساعه ونحلو لا كوكوط. هذه هي. نتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه. شوفوا هنايا غير حلينا لا كوكوط. الحاجه الاولى بيان سور نحي البهارات هادوك اللي يجوا من الفوق، خاطر تلقاوهم كامل من الفوق. نحوهم دكا خير ملي تلقاوهم في الطبسي ومن بعد. اذا نحيهم وبواسطه ملعقه تاع سيليكون ولا فرشيطه ولا غير بالعقل هكذا نقلب الروز تاعي باش ما نعجنوش. شوفوا هنا كنتو كيف الطبع على حبه، ما هو معجن ما والو، والطعم صدقوني بنين بزاف رائع. هاوليك الروز تاعنا بعد ما طاب. شوفوا كيفاش طاب، الله الله على حبه. الطعم تاعو رائع جديد بالنسبه للكثيرات منكم. متاكده بلي راح يعجبكم. وش نقول لكم، ان شاء الله نتلاقاو في وصفات اخرى مع طبخ داليا. ومن هذاك الوقت تهلاو في روحكم وتبقاو على خير.